تعرف منين ان الطرف التاني ما بيحبكش او في حد في حياته عايز يخلع كده من العلاقه؟ هقول لك على كام نقطه. شوف الطرف اللي قدامك لو بيعملهم اتاكد ان هو مش عايز يكمل معاك، وعاجلا او اجلا هيقول لك سكه السلامه، مش عايز اكمل، مرتحتش، ماما شايفاني عروسه، او الاسطوانه المشروخه بتاعت والله كان نفسي اكمل معاكي بس انت حقيقي تستاهلي واحد احسن مني، واحد ارجل مني. هنشوف في الحلقه ايه العلامات او ايه الطريقه اللي بينسحبوا بيها من العلاقات لو في حد تاني في حياتهم او هم مش عايزين يكملوا، واخدين الموضوع شويه لعب وتسالي. خلي بالك عشان تعرفي الطرف اللي قدامك بيتعامل ازاي، او انت خلي بالك عشان تعرف ان البنت اللي معاك عايزه تتفلت من العلاقه وتمشي، تقول لك في الاخر جبروني على جوازه مش عايزاها. استناكم اعملوا الاول طبعا لايك وشير، وهنكمل الحلقه. اول علامه لما تلاقيه طول الوقت مش عايز يقربك من دايرته الاجتماعيه، يعني ما بيعرفكيش على اهله، ما بيعرفكيش على اصدقائه، لا انا مش عايز حد يعرف عنك حاجه، لا خليها مفاجاه، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ويفضل طول الوقت بعدك عن الدنيا كلها. لا، محبش حبيبتي ولا مراتي المستقبليه يبقى ليها علاقه بالفيس. طب انت مش ضايفني ليه عندك على الفيس؟ لا لا لا، محبش حد يعرف عنك حاجه، خليها مفاجاه. في الاخر انت اللي هتاخدي المفاجاه يا حبيبتي. لما تلاقيه بعد وقت بدل ما كان مهتم اتغير في طريقته معاكي او اتغيرت في طريقتها معاك. طيب انا تحت البيت وجاي عايزه اشوفك، لا 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 مش هينفع، ما ينفعش انزل دلوقتي. انا جنب المكان اللي انت بتشتغل فيه وعايزه اشوفك، لا 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 ده انا رحت مأمورية. هتلاقيه طول الوقت بيتعمد مش عايز يقابلك، مش عايز يشوفك، مش عايز يحكي معاك، خلاص لغة الحوار انتهت وهو بيخلع بالطريقة او بيبعد طريقة. تالت نقطة بقى لما تلاقيه بيتعمد يفتعل المشاكل، يعني الدنيا ماشية حلو، تعامل زي ما الكتاب بيقول، وتلاقيه طول الوقت بيتلكك لك على الغلطة، بيتلكك لك. انت كمان بتقولي صباح الخير، لا لا اليوم مش هيعدي، ضحكتي في وشي، ضحكتي في وش، ما انا بضحك طول الوقت في وش ماما، لا لا انا قلت لك ما تضحكيش في وش مامتك النهارده. عارفه الطريقه دي؟ عارف انت بقى الطريقه لما هي تقول لك ايه؟ لا 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 انت اسلوبك ما بقاش مريحني. اكد ان في ابن خاله، ابن عمه، صديق عزيز للوالد وجايب لها عريس متريش غني، فمالكش لازمه دلوقتي بقى، ما تقعدش تخنقنا بكلام فاضي وانت مش ملبس دبل. العلامه اللي بعد كده لو انتوا متقابلين مثلا هتلاقيه طول الوقت هو مش مركز معاك، ماسك موبايله وبيضحك. عادي ساعات بنضحك احنا وبنمسك موبايلاتنا نكته لطيفه، بس لو الموضوع ده اتكرر اكتر من مره ولقيتيه ولا لقيتها ماسكه الموبايل وبتضحك مش مركزه في كلامك، دايما اللي بيحب بيبقى عينه فتحان، طول الوقت هتلاقيه باصص لك مركز معاك بيضحك لك، شايفك حته نازله من الجنه، حته نازله من السماء، طول الوقت بيستغل الدقيقه اللي قاعدها معاك عشان يفضل باصص لك يتكلم معاك، مش سايبك وقاعد يلعب في موبايله. طبعا ده في بدايه العلاقات، بعد كده احيانا بيبقى فيه روتين، بس احنا بنتكلم في بدايه العلاقه. تعرفي منين او تعرف منين ان الحد ده خلاص ما بقاش مهتم وعايز يفلت من العلاقه، بس سايبك انت تجيبها من نفسك او جايبها. العلامه اللي بعد كده لو حصل مثلا هجوم عليك من حد من اصحابك او بيتريقوا عليك زي ما نبقى قاعدين في قاعده كده وبتلاقيهم بيروقوا على نفسهم او بيروشوا، فتلاقي اصحابك بيروشوا مثلا وعمال يقول لك ايه اللبس اللي انت لابسه ده، انت عامل لابس لي حرامي فيها، ايه الحلقه اللي انت لابساه ده، ايه يا واد البنطلون اللي مش عارفه إيه. عارف الطريقه دي لما اصحاب بيستلموا بعض ويفضلوا يهزروا وتلاقيه هو بيعلي بيزود، هي يلا بقى هيصه بقى ونضحك ونهزر، مش مراعي لا مشاعرك ولا احاسيسك ولا جواباتك، ومش سائل فيك، بالعكس سايبهم عمالين ينتقدوك ويضايقوك وهو شايف ان انت متضايق، وما بيحاولش يقول لهم خلاص استوب او يتعامل معاك، لا ما ينفعش الحد ده يخصني، ما ينفعش حد يتعامل معاه كده. معنى كده ان انت او انت بالنسبه لها مش مالي عينها، فاوكي خلي الناس احنا بنهزر، ما تزعليش ما تبقيش قفوشه، لا كرامه. او الحاجات اللي بتضايق لما بتيجي من الحد الغالي بتوجع، فلازم تحس ان انت وجعتني، ولازم تحس ان انت كده في ديفو في شخصيتك او في مشكله عندك بتتعامل معايا بما اننا مش هنكمل مستقبلا. وطبعا ده راجع ان هو كمان بينتقدك انت شخصيا، يعني بعد ما كان بيحبك مثلا بيحب شكلك، لا لا لفه الطرحه دي مش حلوه عليكي، لا لون الروج ده ما بيعجبنيش، انت على فكره لسه من اسبوع انت اللي شاري لي مثلا الروج ده، او انت اللي قايل لي اللفه دي حلوه عليك، لا 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 مش عاجبني. يقول لك ايه اللبس اللي انت لابسه ده، ايه الشميز اللي انت بتلبسه وبقيت مبهدل كده في نفسك، على فكره انت كنت بتحبي الستايل او ليه عامل شعرك منكوش كده وعامل، على فكره انت من اهم الحاجات اللي قلتي ان هي لفت نظرك فيا شكل شعري وشكل، لا 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 ما بقتش احب. اعرف كده ان في ايرور، يعني في حاجه بتحصل وفاهم، جرس انذار، خلي بالك، لان الطرف ده لما بيعمل كده هو بيبقى عايزك انت اللي تبعد، عايزك انت اللي تزهق وتمل وتسيب ايدك من العلاقه، في الاخر يجي كمان يشيلك الغلط ويقول لك شفت استحملتنيش، شفت انت اللي كنت عايز تمشي، مع انه ممكن بعد اسبوع تلاقيه اتخطب منزل جوت انجيجد ولا ان ريليشن.
تعرف منين ان الطرف التاني ما بيحبكش او في حد في حياته عايز يخلع كده من العلاقه؟ هقول لك على كم نقطه